بعد انتظار كبير لقصة بطلنا الكبير، ليما ناس سألت عن عيلته كأنه كان بيعمل فن جديد، وكمان حاول يلغي الديانة المصرية القديمة، الديانة اللي بقالها 2000 سنة، وعن التغيرات الكبيرة اللي تسبب فيها أبوه أخناتون. اخناتون يقوم قايل لك ايه؟ مفيش كهنه، انت الشمس واصله لك. طالما اشعه الشمس وصلتك يبقى انت تواصلت مع اتون. انت خلاص يا بيه مش محتاج. يا لهوي، دي المصلحه باظت. وعن مدينة أخيتاتون، أخناتون بيروح شمالا إلى منطقة اسمها تل العمارنة، وبيبدأ في بناء مدينة جديدة لتكون عاصمة مصر الجديدة، وبيسمي المدينة دي أخيتاتون. وعن إزاي خرجت رأس نفرتيتي خارج مصر. مانيا بتكتشف في مدينة أخيتاتون تمثال من أجمل التماثيل على وجه الأرض. ومن هي أمه الحقيقية؟ بيتم عمل تحليل DNA وبيؤكد إن هذه السيدة هي أخت أخناتون وأم توت عنخ آمون. وعن أدوات التجميل اللي كان بيستخدمها المصريين القدماء. انت كده هتبص فيها تشوفي نفسك بذمتك غششوكي غلط. بس هي مرايه فعلا، صح صح، الله ينور. ومين اللي قتل توت فيها، وبيدفن في مقبرة أصغر بكتير، والكاهن بيتم تحضيرات دفنه بسرعة قبل مجيء قرب محب من خارج مصر. ومين هو صاحب فكرة وادي الموت اللي عايز يخفي مقبرته في مكان بعيد عن الحرامية لعدم سرقتها زي ملوك الدولة القديمة والوسطى، واقترح عليه كبير المهندسين. ومن هو المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون الحتة دي؟ وساعتها جري بسرعة عشان يقول لفريق التنقيب، وفعلا بيلاقوا أول درجة سلم بسبب ذكاء الولد الصغير. هنا لازم نقف. ازاي تم نقل القناع الذهبي؟ بعدها بيوصل الأمين العام للآثار ورئيس نقل واستلام الآثار، ومعاهم فريق محترف لإنجاز المهمة. ليه تم بناء المتحف في مصر الكبير؟ وسنة 2002 بتقرر الحكومة المصرية إنشاء متحف جديد أكبر من كل المتاحف ليضم آثار توت عنخ آمون كاملة بجانب آثار الحضارة المصرية القديمة. وطبعا عرفتوا إن أنا قصدي المتحف المصري الكبير برضه. بس محدش سأل عن من هو توت عنخ آمون. استنونا.